السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أهل الخير؟ في الدرس السابق كان درس قديم أنا نشرته قبل كده في قناة في موقع رواق. تحدثت عن ثلاث أنواع من طرق كتابة المعادلات: السيمس أو ما نرمز إليه بالمعادلات الرمزية السيمبوليكس، المعادلات الإندلاين وسبب تفضيلي لها، ومعادلات الانونيموس او الهاندل فانكشن وهي معادلات الات. في البايثون يسمونها اللامدا، وعن سبب عدم التكاثف معها. كنت سابقا ان هذا الدرس باذن الله سنبدأ فيه في طرق الهندسة العددية لإيجاد حل معادلة ما. لنقل لدينا أن الإكس تتراوح من -1 بزيادة 1/10 إلى 1، وأن هناك معادلة y بيساوي كوساين. عندما نكتب كوساين بهذا الشكل فإننا نقول أن ما بداخلها تقدير دائري، لكن إذا كتبناها بالدي فأنا نقول ما بداخلها تقدير ستيني. وعلى أي حال أي شيء يضاف إليه دي فهو تقدير ستيني. طبعا أتكلم عن الزوايا: كوساين، ساين، تان، إيه كوساين، إيه ساين، إيه تان. لا تنسوا النقطة. ثم نفعل بلوت إكس و واي. لنقل هذه المعادلة لدينا هي ترمز إلى كوساين إكس ناقص إكس كيوبيكال ناقص إكس تكعيب. عندما نمدد إلى الصفر نكتشف أن الرقم ينحصر ما بين 8/10 والواحد. في تلك المرحلة يوجد هناك نقطة تجعل معادلة الكوساين إكس ماينس الإكس تكعيب بيساوي صفر. طبعا احنا منعرفش نحل الطريقة ديت بالطريقة الاعتيادية أن نجعل الطرفين ثم لأن الكوساين ليست لا يمكن نسعها بقوة. لا يوجد شيء يضرب في الكوساين فيجعلها واحد. ليست مثل اللوغاريتمات نأخذ لوغاريتم، ليست مثل الأسس نأخذ لوغاريتم للطرفين ثم نقسم اللوغاريتمات. الكوساين تالة مساواة ثلاثية. التوالي المثلثية ليست مثل تلك السهولة التي تقوم بالحل. إذن أول طريقة ونحن فعلناها لتونا لإيجاد حل تلك المعادلة تدعى طريقة التقربة والخطأ. نعلم أن هناك نقطة لواي تقترب فيها من الصفر، لكننا نعلم أنها ليست من واي. لماذا ليست من واي؟ لأن هناك عدد صفر أقل من الصفر. إذن ما هي النقطة التي تقترب من الصفر ولكنها ليست سالبة؟ أفضل شيء أن نقول أن y في الأجزاء الأقل منها تساوي لا شيء. لتوي أنا فعلت كارثة من y وجدت أن أقل عدد هو 8/10 من r in x من y. وجدت أن عند الإكس ب8/10 يكون الواي يقترب من الصفر كما رأينا في الرسمة، وتكون 8/10. المشكلة في التي فعلتها أنها ليس
أنها نعم تقترب من الصفر لكنها ليست الرقم المطلوب. فلنرى مثلا الإكس، فلنرى واي 20 أصبحت سالب 1/10، والإكس 20 هي 9/10. إذا قمنا بعمل، عندما قمنا بالتحليل اكتشفنا أن هناك رقما داخليا ما بين 8/10 و9/10 يكون عندها واي بصفر، تكون تلك المعادلة بصفر. إذا نقوم بعمل قيمة جديدة، ونقول أن واي يساوي كوساين سات ناقص ست كل تكعيب بلوت واي وست. أو وي أو سوري فعلت عكسي، أشهد كده صح. إذا تعالى نكتب بلوت ست وواي ونحسب ما نكتب نعمل create. نكتشف أن الصفر يقع في قيمة ما بين 86 من 1000 و87 من 1000، وهكذا تواليك. مشكلة التراي أنت إيرو أنك ستصل تتعامل مع الرسم ثم تقارب حتى تصل إلى أقرب قيمة تقترب من الصفر. لماذا لم تعتبر هذه طريقة بسيطة وسهلة؟ جميل، لكن مشكلتها أنها سوف تصل تقارب. هناك أيضا طريقة أخرى وهي طريقة الإف زيرو. أول شيء أن نعرف الواي على إنها معادلة سواء بالإنلاين أو بالهانتل فانكشن. السيمبوليكس ليها طريقة خاصة بيها، لكن في تلك الحالة سوف نعرف على إنها إنلاين. نعمل أنها كوساين إكس ماينس إكس كل تكعيب. ما بداخل الكوساين الإنلاين ماذا؟ strings y of x. نسق نظرية. يقول أنه فن و x نود. إذا ما هو ال x نود؟ ده السؤال الأول. تعالوا نبدأ من بداية معينة في مشاكل إيجاد ال x التي عندها تكون المعادلة بصفر. مع البدء كانت لدينا أن x يساوي عدد ثابت. هذه أبسط أنواع المعادلات. لاحقا تطورت تلك المعادلات إلى معادلات كثيرة الحدود وهكذا، وتساوي صفر بوليس، حتى وصلنا إلى المعادلات الغير خطية. ما معنى معادلة غير خطية؟ بلغة معنى معادلة خطية
هي مثل تلك المعادلة التي يكون فيها الميل بواحد، وهي أن يكون أعلى أس واحد، وأن تكون مستمرة. بمعنى هذه معادلة خطية، لكن هذه ليست معادلة خطية. الاستمرارية. ثم قمنا بإضافة الدوال سواء المثلثية أو الأسية أو اللوغاريتمية أو الدوال الأسية الأخرى أو الهايبر أو ما يدعى باسم الهايبر. فأصبحت المعادلة غير خطية. مع تسايد تلك الأمور أصبحت هناك معادلات غير قابلة للحل، فتم اختراع عدة طرق. جميع هذه الطرق تعتمد أن هناك نقطة تدعى إكس نوت، أي النقطة الأولى التي يبدأ عندها الحل. ما شرط الإكس نوت؟ أنها لن تكون من أصفار المقام، أو ليست نقطة يجعل المعادلة سواء ما لا نهاية أو غير معرفة. وأنها تكون عدد حقيقي إذن فالإكس نوت هي قيمة يختارها المستخدم. إذن لدينا function ولدينا إكس نوت. تعالوا آتي الفانكشن بتاعتنا y of x. قلنا ان الاكس نوت في الرسم 8/10 او 9/10. فلنشعر 8/10. فليكن x بيساوي في فيل f0 y و 8/10. ثانية. ثم نفعل انتر وتأتي لنا بقيمة فعلا كما شرحنا كان ما بين 8/6 و 8/7. عندما نقول y في هذه القيمة نكتشف انها قريبة جدا من الصفر. اي نعم ليس صفر ولكن هذه الطريقة، وهذا هو الامر السريع للمكتب. الاف 0. إذن في هذا الدرس شرحنا الاف 0 والان والتراي اند ايرور. في الدروس القادمة بإذن الله سنشرح أكثر. ملحوظة: مشكلة الطريقة العددية في إيجاد صفر الدالة كما رأيتم أنها لا تأتي بالصفر مباشرة، لأن هذا مستحيل، ولكنها بقدر الإمكان تحاول أن تأتي به. كما لاحظتم هذه هي الإكس. إذن السؤال هنا: ماذا لو كانت الواي at x؟ تعالوا نفعل هذه المعادلة، ولكن في هذه المرة سوف تكون كوشاين x minus x equal تربيع. أصبحت function handler نفس الأمر وتطبق قيمة أخرى لتغير المعادلة، وهكذا y at x نفس القيمة. كيف أقولها؟ بقدر الإمكان نحن في الرياضة العددية نحاول أن نأتي بأقرب نتيجة، ليست مثل الرياضة البسيطة، ليست نأتي بالقيمة الصحيحة، لأنه لن نجد قيمة صحيحة بل أقرب قيمة. وهذا هو مبدأ الرياضة العددية، أن طالما أننا لا نستطيع الوصول إلى الدقة فنقترب منها. أعتقد أن الدرس اليوم سوف يكون قصيرا بعض الشيء. المرات القادمة بإذن الله سوف نشرح أكثر عن وسائل وتطوير الرياضة العددية.